تخيل معايا كتريني جوج عضلات دقه واحده وبلا ما ترتاح ولو ثانيه. بالنسبه لارنولد هذه ماشي غير طريقه باش تربح الوقت، هذه هي الطريقه باش تفرقع العضله بالدم. مرحبا بك في عالم سوبر سيتس. المبدا بسيط بزاف، كتسالي التمرين الاول وبلا ما تحط الوزن ولا ترتاح كدوز نيشان للتمرين الثاني. ولا كنتي وحش وبغيتي تزيد شده تقدر دير 3 ديال التمارين متابعه ما يسمى بالتريسيتس. ارنولد كان عنده ستيل خاص، كان كيموت على تدريب العضلات المتقابله انتاغونيست ماسلز. مثلا كيخدم الصدر وكيتبعو الظهر مباشره. وعلاش هاد التكنيك بالضبط؟ اولا كيعطيك واحد البامب خيالي كينفخ الجسم كامل. ثانيا العضله اللي خدمتي في الاول كترتاح ايجابيا وانت قدام في العضله الثانيه. بهاد الطريقه كدير الدبل ديال الخدمه في نفس الوقت، وكتخلي القلب والعضلات ديالك يوصلوا لواحد المستوى ديال التحمل والضخ مستحيل توصلوا بالتدريب العادي. الا كنتي مزروب ولا باغي تهرس الروتين، سوبر سيتس هما الحل. قول لي واش عزيز عليك تخدم الصدر والظهر مع بعضياتهم ولا كتفضل تشرك الباي والتراي؟ جرب هاد الطريقه في الحصه الجايه وقول لي واش قدرتي تصبر على داك الحريق اللي كيديروا.